السردين اليوم درته لكم على شكل رزمة معمرة بحشو بنين وبسيط. تبعوني نمدلكم لي ديتاي. جبت كيلو سردين، نقيته وغسلته ومن بعد نحيت له الشوك. نقلع على ناجواغ دغسال ونسحب سرسور نتاع كاع حبات السردين. والتتبيله غادي يكون فيها الملح، الفلفل، الكمون، العكريسه، سفيندان، زيت الثوم وكميه مليحه تاع زيت زيتون. ونتبل السردين ونخليه اباغ لو طون لي نوجد الحشو غادي يستعمل فيه ارز قريدو المفور واللي هو الاختيار المثالي للحشوات، خاطر يشد روحه مليح ويبقى متفرق. ديت جات كاس غسلته وحطيته يغلي في الماء والملح حتى يدخل له الطياب. وفي الحشو غادي يستعمل البصل، الفلفل الخضر نقطعهم تقطع متوسط ونقليهم بزيت زيتون، نتبلهم بالملح والفلفل. وهنا واذا كان عندكم فلفل الوان استعملوه، يجي شباب بزاف لافارس. نزيد الخضره على الرز ونسم المعدنوس ونخلط كل شيء مليح ونستعمل لافارس حتى كي تبرد. ومن بعد نفوت مباشره لتوجاد الرزمات واللي تشكيلهم حاجه سهله مهله. نرمد السردين من جهه الجلد في سميد المتوسط ونستف الحبات ساير داير على بوتي غامكا، نعمر بالحشو ونرجع اطراف السردين على لافارس باش تنحبس مليح الداخل. نديمو لي الرزمات ونحطهم مباشره ينقلاو في زيت سخون، وكي يكونوا ينقلاو ما تمسوش فيهم حتى يتحمروا من التحت ويشدوا رواحهم. وغير يتحمروا قلبوهم على الجهه الزوجه، وبيان سور ما تنساوش تقليو الجناب. وهما هكذاك سخان نقدمهم مع اون صوص طوماط كيما تعرفوا توجدوها كاع. ودرك كملت ما غوسات، خلوني نعيش ساعتها غادي نستمتع بهاد السردين ومع قريدو تاكلو وتزيدو. على بروشين.